عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحضر مع بعضنا المركز الفريز باش نخبوه ويشد لنا اكثر وقت في الكونجيلاتور وما يتغيرش وما يتبدلش، وان شاء الله باش نعملوه بالطريقه الصحيه. تبعوا الخطوات الكل وان شاء الله يعجبكم. لهنا خديت الفريز، حاولت خديت الكعب المزيانه ما تبداش مضروبه ويبدا لونها مزيانه وفرشكه هكاكا، وغسلتهم بالورقه متاعو باش ما يتنفخليش بالماء. غسلته برشا مرات، والمرة الأخرانية حطيته في بول فيه شوية خل وغسلته غسلة خفيفة وحطيته في الصفاية يستقطر. وتوش نتعدوا المرحلة أخرى باش نحطه في بلاتو، باش نحط بابي سويتو هذيك بابي باش نصفف فيه الفريز الكل باش ينشف لي من الماء ما يبقاش فيه الماء. اللي ما تعملش بابي تنجم طرف قماش ولا منديله، المهم ترد بها خاطر الفريز يسبق. باش نكمل نصففهم هكاكا. ولهنا صايب بعد ما تصففتهم شوفوا مزيانين كما قلت لكم لونهم مزيان. باش نزيد نغطيهم بالمنديله هذيك بالبابي كما قلت لكم باش ينشف لنا بالباهي. ما نشفوشو بالكعبه باش ما يتضربناش وما تتجرحش الكعبه وتفسد لنا خاطر حساس على الاخر. الفريز يلزمنا نتعامل معاه بسياسه. لهنا صاي غطيتهم اخليهم ينشفوا ونرجع المرحله اللي بعدها. لهنا هاو صاي ينشفوا. شوفوا اللون ما شاء الله كما قلت لكم، نأكد عليها نختاروا الحاجه تبدا فريشكه وصحيحه ومزيانه. وباش ننظفوهم بالطريقه العاديه باش نحل الورقه الخضراء هذيك وباش نقسمهم على 4. ونحاولوا كتاب داك الورقه الخضراء هذيك نحوها ما نخلوهاش تعطلنا في الجي، ونحاولوا نحك الطرف الابيض اللي يبدا تحت الورق هذيك نحوه. ونكمل بنفس الطريقه الكل ونرجع لكم. لهنا حبيت نوريكم حاجه ريتوها الطريف الاخضر يبدا في كعبه الفريز، نحاولوا نحوه ما نخلوش خاطر يبدل لنا طعم الفريز. وباش نقصوها كتاب دا كعبه كبيره كما هكا نقصوها اكثر من 4 معناها ما نقيدوش ب4 خطروف. حصيلو ما نقصوش جيد وكهو نتصرفوا في القصات. وتو خديت باش عندي السكر باش نحطلو السكر. لهنا على كيلو ونص فريز عملت 500 جرام سكر رطل سكر. ما عملتش برشا خاطر باش نعملوه جي مش معجون معناتها، واللي ما تحبش برشا سكر تنقص، كل واحد وذوقه. وباش نحركو كيف ندخلو السكر. واللي تحب تكنجلو مش مرحي تحب تعملو نفس الطريقه مي هو كعب هكاكا تغطسو في السكر وتحطو في ساشيات وتخبيه في الكونجيلاتور. لهنا ما نفضلهاش الوصفه هذيك، نحسها تعب شوي هكا باش نرحيه ونلقاه حاضر وقت اللي يستحق نجبد، ما بقاش نعمل في خدمتي نخليه يرتاح شويه ونرجع. هنا بعد الارتاح شويه مش برشا وقت ما نتقيدوش بالوقت، انتي وقتك حسيلو كيف يخرج شويه الجو نتاعو. وباش نحاولوا في البول بالنار خاطر باش نعملوا على البخار ما لازمش نحطوه في بلاستيك كما قلت لكم. بما انه باش نحاولوا قد ما نجموا نعمل بطريقه صحيه نحاولوا ديما نعملوش في البلاستيك هذايا. هبطك السكر والكل. ولهنا باش نشد البابي فيلم هذاك البلاستيك الغذائي باش نغطيه بالكدا باش نسكر عليه بالباهي. نسكر ونكبس بالكدا كما قلت لكم باش نعمل برشا طبقات بالبلاستيك هذاك، ونأكد يكون بلاستيك غذائي ويكون مشري مش يبدا معروض في الشمس والكل. نشروه من الجران سيرفاس يا حبذا معناه. نحط كما قلت لكم 3 هذه الثانية نحط ونكبس
نحبو يتسكر باش ما يدخلولوش الماء جمله، ما حشديش بيه باش يدخلو الماء. كما قلت لكم الفريز راهو حساس، يلزمنا نحافظوا عليه ولموه، هو ما فيش الماء العادي معناه في ماء هو كهو. هذه المره الاخرانيه الثالثه سكر عليه بالباهي، نتاكد كما قلت لكم. وباش ناخذ سكينه باش نعمل له فتحه في الوسط هكاك، فتحه صغيره مش كبيره، باش نفس منها الفريز يخرج منها البخار متاعو، وباش نحطها في باماغي. لهنا هيك صارونا فيها الماء يغلي، باش نحط فوقها البول متاعنا. مش باش نطيب ومش باش نخليه برشا، جوست ياخو هكا شويه سخانه وتفويره ونرجع. كان عندكم بول اكبر من هكا يكون احسن. هنا صيئه حضر لي، مانيش باش نطيب كما قلت لكم، نحب نحافظ عليه فريش، جوست تعقيمه صغيره بالفابور وكهو. كي يبدا يعمل لك البخار هذاك راهو صي، ونحركوه في ساعه من اللوطه بالباهي باش الكلي من اللوطه يتحرك، ما يبقاش يطيب في السخانه. وحاجه اخرى، البول ما خلوش يمس الماء السخون من اللوطه، يبدا ما يغلي ما خلوش البول يمسه، ونخليه يبرد ونرجع لكم. لهنا بعد ما برد لي الفريز، شوفوا لونه ما شاء الله ما تبدلش، لونه مزيان. وخذيت عصير 3 كعبات قارص، 3 كعبات ليمون عصرتهم وباش نحطهم عليه باش يرجع لنا النكهه نتاعو ويبقى فريشك وبنين. لهنا طاح لي قلبه نتاع القارص، يلزمني نخرجه سينون باش يفسد لي العصير نتاعي، كان يترحى معاه يولي مر. هو ردوا بالنا. وفي المرحله هذه انا باش ناخذ شويه مكسير، وهذايا خاطي الوصفه مش تابع الوصفه، جوست انا مش نستحق لهم من بعد في دي فيغي تحليه. يا اخي عملت خليني ناخذ شويه نستغلهم في وصفه اخرى، ما يغيرش من الوصفه معناتها. وتوا هذاك الباقي باش نرحيه في المكسور بالطريقه العاديه، ونكمل نرحيه ونرجع لكم. هنا من بعد ما رحيته، لهنا انا باش نصفيه، واللي ما تحبش تصفيه تخليه ما يغيرش في الوصفه، جوست عملنا له هاك البخار هذاك باش يتعقم. باش نصفيه ونرجع لكم. لهنا بعد ما صفيته ما شاء الله لونه مزيان طبيعي، ما فيش حتى ملون، والطعم ما نحكي لكمش. وهذا اللي صفيته اللي خرج لي من التصفيه. اللي تحب كما قلت لكم تخليه ما يغيرش في الوصفه، وحتى اذا كانت ما يغيرش في الوصفه ولا في الطعم. هنا جيست باش نسحقه في حلويات واحد هكا علاش صفيته. واللي صفيته داك مانيش باش نطيشه، باش نعملو فيه مع كعبه بنان وكاس حليب ولا ياغورت ويولي جو طعم الفريز. وتوا باش نعمل الجو متاعي اللي باش نقدمه، باش نخلطه بالماء والتركيز متاعه يرجع لكم ويرجع كل وحده وذوقها. هنا نخلط ونذوق، نجم نزيد السكر كما تنجم نزيد القارص، كل واحد شنو يحب. لهنا صبيته. هذا نجم نستحقوه في اعياد، في نجاح، في مناسبات، في مناسبات نعلق كيبدا مصفي كيك يبدا مزيان، يبدا ما شاء الله. لهنا هذاك صفيته، والباقي باش نحطه في ساشيات كونجيلاتور. وكما قلت لكم الساشيات يلزمها تكون صحيه وما هيش المعروضه في الشمس. وباش نحط في الساشيات حسب الرغبه وحسب احتياجاتنا كل وحده وكيفاش تحب تخبيه معناتها. هذا جوست وقت اللي نستحق باش نجبد ساشيه، ما نعملو جوي هكايا، يا اما نعملو مركز مع حاجه اخرى، ولا نعملو كوكتيل ولا تحليات ولا فيغين كما قلت لكم، ولا في جاتوات. حسيلو كيف نسكرو، نحاولوا نخرجوا كما هكا الهواء بلي قدام الساشي ونكسو عليه ونسكروا عليه. والطريقه هذه بالطبيعه الناس الكل تعرفها. بالطريقه هذه اللي عملناه في الفابور والكل يشد لنا اكثر وقت وما يتبدلش وقت اللي تجبدوا كانه معمول جديد. وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنا عملت في ساشيات كما قلت لكم
كي يبدا مرحي ومخبي كفاك، وقت اللي تستحق مزروبه ولا حاجه تجبد السوشي وتحضروا. اذا كيما قلت لكم بالجي هذايا ولا في كوكتيل ولا في تحليه، ما تحيرش وما تبقاش تجبد ساشي فريز وترحي وتعاود تختم. والفريز لهنايا اللي باش نقدمه انا باش نفوحه بشويه مزهر كنجي بعد شويه. اللمسه التونسيه متاعنا بالطبيعه مزهر بالفريز يجي بنين برشا، وكل وحده ويرجع لها التفويح متاعها وكيفاش تحب النكهه. وكاو هذه الوصفه متاعنا. وهذو السويشيات وقت اللي نستحق نجبد السويشي حاضر، ونحاول نخبوه في سيباري على اللحم والخضره باش يبقى لنا بنين وريحته فاوحه وما يتغيرش. واذا كان ما عندكش فاش تسيباري في الكونجيلاتور، تحطه في حكه بلاستيك وتسكر عليه وتخبيه. وبسلامه ان شاء الله.